طلاب السادس الابتدائي يطالبون وزارة التربية ب10 درجات على الامتحان النهائي، الطلاب المكملين والطلاب الراسبين. وشو تقول لو أنجحك ب1000 دينار قبل لا أطالب لك وزارة التربية ب10 درجات؟ كمل الفيديو وحط لايك وانضم لقناتنا مال التليجرام، رابطها في أول تعليق مثبت. طبعا يا طلاب وزارة التربية، أنا قلت لك قبل لا أطالب وزارة التربية ب10 درجات. طبعا وزارة التربية فتحوا الاعتراضات لطلاب السادس الابتدائي، وشنو الفائدة من الاعتراض ووين تسوي اعتراض وبيش الاعتراض؟ الاعتراض ب1000 دينار، وانت مخير تريد تسوي الاعتراض عن طريق المكتب اللي هو بالاستنساخ، او تريد تسوي الاعتراض عن طريق المدرسة مالتك. شنو الفائدة من الاعتراض؟ انت حاليا امتحنت وطوك النتيجة مالتك، وانت مفكر بأن مادة الانجليزي او الاجتماعيات او العلوم انت تنجح، ولكن من اجتك الاسئلة انت طلعت راسب. كل اللي عليك تسوي اعتراض الى وزارة التربية. وزارة التربية راح يطلعون الدفتر مالتك وراح يعيدون التصحيح من جديد الدفتر مالتك. خاف وزارة التربية ناسينهم فرع او غلطانين في جمع الدرجة، من يطلعون الدفتر مالتك راح يعيدون التصحيح، يعيدون جمع الدرجة مالتك. واحتمال انت من تسوي اعتراض ووزارة التربية يعيدون التصحيح ويعيدون جمع الدرجة، احتمال انت راح تنجح بهاي المادة. فأنا قبل لا أطالب وزارة التربية وأقول له يا وزير التربية أريد 10 درجات، أريد من عندك تسوي اعتراض عند المكتب أو عن طريق المدرسة مالتك. انضم لقناتنا مال التليجرام، رابطها في أول تعليق مثبت، وحط لنا لايك واشتركوا بقناتنا وفعل زر الجرس على مود توصلك جميع الأخبار أول بأول. ودمتم في أمان الله.